صباح الخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة والسعادة. حبايب قلب عاملين ايه؟ يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح السعادة. النهاردة بقى انا قمت كده لقيت التلاجة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، العيال ولاد مبهدلينها. ولاد بنتي كانوا عندي الصغيرين، وزي ما انتم شايفين كده حبايبي التلاجة بتاعتها متبهدلة، مكبوب فيها بقى حاجات من اللي هي بتبقى في التلاجة ديت، حاجات من اللي هي الفاكهة. عسل لقيته مدلوق تحت كده وفي التلاجة مبهدل الدنيا. حتى في باب التلاجة نازل العسل الأسود مبهدل الدنيا. فأنا قلت بقى النهاردة روتين تنظيف في التلاجة بقى، لأن أنا ما بخليش تلاجتي توصل لكده أبدا أبدا أبدا. انتوا عارفين بقى الولاد الصغيرين وفتحوا التلاجة ويقفلوا ويعملوا فيها أي حاجة معمولة ما بيحاسبوش عليها الكتاب. المهم بقى عملت ايه النهارده بقى؟ قلت هغسل تلاجتنا، همسحها مسحه بقى النهارده بخلطه جميله جميله، ولا يبقى فيها ريحه للتلاجه ولا اي حاجه. ابعدي بقى عن البريل وعن اي صابون وعن اي حاجه. اعملي الخلطه اللي انا هعملها دي عشان هنمسح بقى التلاجه بتاعتنا مسحه جميله، هتخليها فله كده منوره. هنجيبنا هنا زي ما انتم شايفين اي قماشه عندك نظيفه، فوطة مطبخ نضيفها برضو اي حاجة، وهاتي بقى احط على شوية مية واعصر عليها ليمون ومعلقة كربوناتو، معلقة صغيرة كده، وكمان حوالي ربع كوباية خل. وعملنا اللخبطة ديت بقى اللي احنا عملناها ديت. الخلطة دي جميلة جميلة لغسيل التلاجة. ليه؟ احنا مش هنغسلها بصابون ولا بريل ولا بأي حاجة. ليه؟ عشان احنا بنحط فيها طبعا الأكل. عشان ايه؟ في نفس الوقت تبقى التلاجة بتاعتنا اتعقمت، غسلناها حلو معقمة، وكمان الأكل ما يبقاش ليه أي ريحة من اللي احنا هنغسل من الصابون أو حاجة اللي احنا هنغسل بها التلاجة. زي ما انتم شايفين حبايب قلب التلاجة متبهدلة، وانا والله ما بخلي التلاجة تبقى كده خالص خالص. بس بقى غصب عني، انتوا عارفين بقى ايه اللي محدش ما يكون ولاد بقى وصغيرين بيفتحوا بيقفلوا بأي حاجة بيكبوها. فانا قلت لا، النهارده بقى روتيننا النهارده غسيل التلاجة. وعملنا الخلطة اللي انتوا شفتوها دي، اللي هو الليمون. وانا ما بخليش البيكربونات دي يفضى من البيت خالص، او يعني لازم يبقى موجود عندي، عشان انا بنضف بيه كل حاجه جميل، وبخلي الحاجه فله كده. وان كان هو او ملح الليمون، بس انا ما عنديش ملح ليمون، انا بستعمل ايه البيكربونات اللي هو الكربونات ده بقى في اي تنظيفات، بيبقى جميل جدا جدا جدا. انا خلاص انا زي ما انتم شايفين الليمون والبيكربوناتو وكمان الخل. وما تحطيش بقى اي صابون ولا اي مسحيق من اللي هي بتاع الغسيل دي خالص، عشان التلاجة ما تلقطش ريحه. يبقى ريحه الحاجه اللي انتوا بتحطها سواء خضار سواء اكل سواء حاجه بتلقط طبعا من ايه؟ من ريحه الصابون والحاجات دي الطريقه بتاعتي المعتمده في غسيل التلاجة. بصوا العسل نازل عامل ازاي، العسل كده اسود نازل عامل على التلاجة ازاي. بس ان شاء الله بعون الله كده هنخليها فله فله منوره كده. الادراج بتاعت اللي هي باب التلاجة برضو العسل برضو مبهدل الدنيا. انا همسكها بقى اخليها فله زي ما انتم شايفين. فوطة مطبخ عندك او اي حاجة نظيفة، يعني قماشة، وهتمسكي بقى التلاجة. اوعي ابعدي بقى عن السلك، اوعي تغسلي بقى ايه تلاجتك بسلك او كده، لان هي القماشة طبعا حنينة وهتنضف في نفس الوقت وهتخلي التلاجة زي الفل. بصوا التلاجة بقت ازاي. يعني مجرد انت ما بتحط بس الخلع كده في المية اللي احنا عملنا فيها الخلطة اللي قدامكم ديت، تركيبه كده لغسيل التلاجة بتخلي، بصوا خلتها شمعة منورة. بصوا اي حاجة بقى لازقة فيها بتطلع على طول. وبسم الله ما شاء الله. دي اللي كانت تلاجتك كل فترة كده اهو اعملي نفس الخلطة واعمليها بقماشة كده ولا هتتجرح ولا اي حاجة. ابعد عن السلك والمسحيق الغسيل بس، عشان ايه؟ ما تجيش في ريحة الاكل بتاعنا ما يلقطش ريحة منها، او اي خضار بتحطيه ما يلقطش ريحه، التلاجة ما تلقطش والخضار يلقط منها. شوفوا يا حبايب قلبي التلاجة بقت منوره منوره ما شاء الله. لسه بقى الايه اللي هي الارفف بتاع التلاجة هنغسلها، وبرده الادراج اللي تحت دي هنغسلها كده برده مع بعض، وهنخليها فله كده ان شاء الله بعون الله. ربنا يا رب يبارك فيكم حبايب قلبي ويعطيكم الصحه والعافيه يا رب. ان وصلتوا بقى لعند كده حبايب قلبي ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك
وكومنتاتكم الجميلة الجميلة اللي مشجعنا اللي مخلينا نستمر. يا رب ما يتحرم منكم أبدا أبدا ولا يحرمني منكم، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي وبالتوفيق يا حبايب قلبي. كل حبايب المشاهدين ربنا يوفقكم جميعا يا رب وبالنجاح المستمر، اللهم امين يا رب العالمين. وما ننساش حبايب قلبي دعوة كده صباحية كده لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم نصرا عزيزا على اعداء الدين يا رب العالمين. وتنصرهم وتعينهم كده على اعدائهم يا رب. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي بقى احنا خلاص خلينا التلاجة فله زي ما انتم شايفين. وجبنا بقى الايه اللي عادي بقى تغسلي بقى القرفف بقى بصابون، وبرده قشر ليمون كده حطاه حطيت قشر ليمون هنا مع اللي هو الصابون اللي انا هغسل بيه بقى الحاجات دي. لازم اغسلها كده كويس لان دايما انا بغسلها وبنشفها في الشمس، يعني حتى لو هنا غسلتها ببريل ولا بحاجه بطلعها في الشمس حوالي نص ساعه الريحه بتروح منها. لكن التلاجة الريحة بتفضل فيها، فاحنا ما بنغسلهاش بصابون. دي اللي هو الحاجة اللي هي بتاع التلاجة اللي يطبخ في الحاجات دي والعلب والحاجات دي بنغسلها بالبريل عادي. وبرده بنحط فيه قشرتين ليمون كده، نعصر ليمونة كده ونسيب القشر معاه بيخلي الحاجة جميلة جميلة. وفي نفس الوقت تعقيم لحد الحاجة بتاعتنا ومواعيننا. التلاجة طبعا برده عملنا خل وليمون، برده بتبقى التلاجة برده نعقمها. ضروري الخل والليمون في اللي هو غسل التلاجة. نحط خل وليمون حبايب قلب عشان يعقم لنا التلاجة بتاعتنا، وتبقى اي اكل نحطه فيها ما يبقاش ليه ريحه، ما يبقاش التلاجة بتاعتنا ريحه. وزي ما انتم شايفين حبايب قلب انا خلصت خلاص الادراج. بغسلها بقى الادراج اللي هي اللي تحت دي اللي بتحط فيها الخضار التحتانيه خالص دي بغسلها كده. وبجيب بقى بطلعها بقى كده برصها على صينيه كده واطلعها على البرندة كده في الشمس. بتبقى ريحتها وجايه ناشفه كده وجميله بقى، وترصها كده في التلاجة. بصوا جميله جميله، بصوا بتزيق كده من النظافه. وهنخلص بقى غسيل التلاجة. وزي ما بقول لكم حبايب قلبي وبقى تنسونا في اللايك والاشتراك حبايب قلبي. يا رب ما تحرم منكم ابدا ابدا ويدومكم في حياتي. وربنا ينصر اخواتنا في فلسطين نصرا عزيزا ان شاء الله يا رب العالمين. دعوة صباحية كده منكم يا رب ادعوا لهم، وان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب وينصرهم نصرا عزيزا. زي ما انتم شايفين بقى التلاجة بقت فل فل فل. طلعت الحاجة كده في الشمس كده لما نشفت وبقت فل كده، وجبت بقى رصتها في التلاجة الادراج زي ما هي وعملت كل حاجة، والتلاجة بتاعتنا بقت فل الفل كده. دي يا حبايب قلبي طريقة المعتمدة على طول في غسل التلاجة. وده الفيديو بتاعنا بقى. وما تنسوش حبايب قلبي بقى الاشتراك واللايك وكومنت حلو منكم حبايب قلبي المشجعين نستمر. يا رب يديمكم نعمة في حياتي. وحبايبي اللي بيفتحوا لي جداد على القناة اهلا بيهم وما تحرمش منهم ابدا ابدا ابدا. وخلاص احنا كده بقى احنا التلاجة بتاعتنا خلصت معانا ونضفت بقت فل الفل. انا طبعا كنت حايشه حاجه منها خالص فيها حاجات انا اما خلصت بدات بقى الحاجات اللي فيها تشطب قلت بقى ايه هغسلها. وده كان الفيديو بتاعكم واشوف وشكم على خير.